حاجة واحدة بس هي اللي هتجيبك الأرض، حاجة واحدة بس هي اللي ممكن تحول حماسك وشغفك تجاه أي شيء لولا حاجة، إن أنت تفضل تشتغل وتتعب وتبذل مجهود في حاجة من غير أي نتيجة أو من غير النتيجة اللي أنت متوقعها. طبيعي إن أنت بعد ما الحماس ياخدك وتقرر أخيرا إنك تنزل الجيم وتقضي يوم واتنين وشهر وشهرين وما تلاقيش أي نتيجة، طبيعي جدا إن أنت توقف تمرين وما تروحش الجيم. أو لو أنت بتتعلم حاجة وبعد فترة ما لقيتش أي تحسن في مستواك أو ما لقيتش أي نتيجة، طبيعي جدا إن أنت توقف تتعلم الحاجة دي. ما هو بالعقل كده الطريق قدامك مسدود، هتروح فين؟ ولكن خلينا نقول ان في فرق كبير جدا ما بين ان مفيش نتيجه خالص وما بين ان في نتيجه ولكن مش هي النتيجه اللي في دماغك او مش هي النتيجه اللي انت متوقعها. خلينا الاول نقول ازيكم يا جماعه، انا سمير حنفي ودي قناتي، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. خلينا نوضح الموضوع بمثال بسيط ونقول مثلا لو انت اتعلمت الفيديو اديتنج واخدت شويه حلوين علشان تتعلم الحاجه دي، بعد اول فيديو ليك بعد ما انت اتعلمت هتحس ان الفيديو ده مش هو المستوى اللي انت متوقعه او اللي انت مستنيه، اللي هو انت تبقى عايز تبص الفيديو كده واللي هو ايه العبط اللي انا عملته ده. مع العلم ان اول فيديو ده يعتبر نتيجه كويسه، كويس ان انت عرفت تعمل فيديو اصلا، ولكن النتيجه اللي في دماغك او النتيجه اللي انت متوقعها بناء على الحاجات اللي في دماغك كانت مختلفه تماما. علشان سعادتك عاوز تطلع فيديو زي اللي بتشوفه قدامك على اليوتيوب اللي الناس اللي عملته اخدوا سنين في الفيديو اديتنج علشان يوصلوا للمستوى ده، وممكن كمان اول فيديو ليهم يكون اسوأ بكتير من الفيديو اللي انت عملته. مش حاسس ان انت مستعجل شويه؟ عاوز اقول لك ان السبب الاساسي في ان انت تبطل تنزل الجيم وتبطل تتمرن بعد اول شهر او شهرين هو ان انت بتكون حاسس ان مفيش اي نتيجه، مع العلم ان بيكون في نتيجه فعلا ولكن انت ممكن ما تلاحظهاش، او ان انت بتكون مستني النتيجه اللي انت شايفها في الناس اللي قدامك اللي ديلهم سنين داخل الجيم، وتفضل بقى تعمل كده وكده قدام المرايه. خليك عارف كويس جدا ان العضله مش هتطلع لك في يومين، خليك عارف كويس جدا ان وانت بتتعلم وبتبدا في اي حاجه مستواك مش هيكون في نفس مستوى الشخص اللي ديله سنه او سنتين بيتعلم الحاجه دي وبيمارس الشيء اللي انت لسه بتبدا تتعلمه ده. انت ممكن تتخطى الشخص ده مفيش مشكله، ولكن ده بناء على قدرتك ومهارتك، ولكن ما تجبرش نفسك ان انت بمجرد ما تبدا توصل لنفس المستوى ان انت تتخطى الشخص ده. انا عاوز اقول ايه من كل الكلام ده؟ مهم جدا ان يكون في نتيجه لاي شيء انت بتعمله علشان تقدر ان انت تستمر في الشيء اللي انت بتعمله ده. انا متفق معاك جدا في كده، ولكن اللي جاي اكلمك فيه النهارده هو توقعك المبالغ فيه لنتيجه افعالك بناء على فهمك الغلط للتجربه نفسها، او بناء على نتائج الناس اللي انت شايفها قدامك وقادلهم سنين في الحاجه دي. وانت بتبدا في اي حاجه طبيعي جدا ان يكون في نتيجه، ولكن انت مهم جدا ان انت ما تستعجلش. ممكن يكون في تفاوت ما بين نتيجه شخص والتاني، حتى لو الشخصين دول بادئين مع بعض ممكن تلاقي شخص قدر ان هو يسبق مثلا بشكل كبير وشخص تاني قدر ان هو ياخد خطوه او خطوتين. ده طبيعي جدا علشان مهاراتنا وقدراتنا مختلفه عن بعض كلنا، ولكن اللي مش طبيعي ان انت تبدا من نقطه الصفر وبعد فتره زمنيه تلاقي نفسك لسه واقف في نقطه الصفر. لا، ده مش طبيعي خالص، والشخص ده يعني فالنتيجه او المستوى القليل ده مش معناه ان انت كده فشلت او ان انت خلاص ما بقتش نافع في الحاجه دي. وهنروح بعيد ليه؟ ادخل عندي في القناه وشوف اول فيديو عملته هتلاقيه حاجه زي الزفت، وارجع شوف اخر فيديو عملته او الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده هتلاقيه برضه زي الزفت. انا لو حطيت في دماغي نتيجه او مستوى شخص اديله سنين على اليوتيوب وعنده رقم قد كده في المشتركين، انا بالشكل ده هبقى بظلم نفسي وبحط نفسي في مقارنه مش عادله. وانت برضه هكذا الامر لما تقارن نفسك بشخص بدا قبلك او ان هو اديله سنه او سنتين او 3 في الحاجه اللي انت لسه بادئ فيها، انت كده هتبقى بتظلم نفسك. فكره ان انت تقارن نفسك بشخص تاني دي فكره مش عادله، هو عنده ظروف وامكانيات وحاجات غيرك خالص، ممكن حاجات دي تساعده، ممكن الحاجات دي تخليه في مستوى تاني خالص، وانت المستوى بتاعك اللي مش عاجبك ده هيفضل مش عاجبك لو انت فضلت باصص للشخص ده. لازم تبص لمستواك انت قبل ما تبدا كنت فين، بعد ما بدات وعدى مثلا شهر او شهرين وصلت لفين، بعد سنه هتوصل لفين، وهكذا. علشان لو فضلت باصص للشخص التاني اللي في المستوى العالي ده عمرك ما هتبقى مبسوط من خلال النتائج اللي انت بتوصل لها او من خلال اي حاجه انت بتعملها. الحماس والشغف بيكون ليهم دور كبير جدا في اي حاجه انت بتعملها، وعلشان كده بيكون مهم جدا جدا ان انت تحافظ عليهم علشان يخلوك تكمل في اللي انت بتعمله. لان بالمنطق انت لو فضلت تعمل الحاجه دي مثلا تضييعا للوقت ومن غير حماس ومن غير شغف، فتوقع ان النتيجه سهل جدا تكون صفر. ومن الحاجات بقى اللي بتطير الحماس والشغف وتخليهم كده يتبخروا قدامك وهي ان نتيجه فعلك لاي شيء ما تبقاش زي ما انت متوقع. فليه اصلا نتوقع شيء مبالغ فيه ونهلك نفسنا ونظلم النتيجه اللي احنا وصلنا لها من الشيء اللي احنا عملناه ده، مع ان النتيجه دي ممكن تكون كويسه؟ اتعود ان انت تقارن نفسك بناس في نفس المستوى بتاعك او ناس عندهم نفس
الامكانيات والقدرات بتاعتك؟ او ليه تقارن نفسك بالناس اصلا؟ قارن نفسك بيك انت قبل ما تبدا كنت فين، بعد ما بدات وصلت لفين. زي ما قلنا في فرق كبير جدا ما بين مهارات وقدرات كل واحد فينا عنده ظروف مختلفه، كل واحد فينا عنده امكانيات مختلفه، فبالتالي سهل جدا تلاقي شخص بدا معاك من نفس المستوى وفي نفس الميعاد اللي انت بدات فيه، ولكن قدر ان هو يتخطاك بشكل كبير جدا، وانت خطواتك كانت محدوده او مستواك وصلك مثلا لحته بعيده عن الشخص ده. ولكن خليك عارف وواثق كويس جدا ان انت تقدر توصل لمستوى الشخص ده، وتقدر كمان تعدي الشخص ده، علشان مثلا الشخص ده ما عندوش حاجه زي الاستمراريه، او ان هو مثلا بيعمل الحاجه دي استجابه للحب بس، او ان هو مثلا ما عندوش مهاره زي الصلابه او المرونه النفسيه، فبالتالي بتلاقيه يقع من اول مشكله. وبالمناسبه كنت عملت فيديوهات عن بعض الحاجات دي بالتفصيل، فيديو عن ان الحب فقط لا يؤدي للنجاح، وبرضه فيديو عن الصلابه النفسيه، فيديوهات مهمه وهتفيدكم جدا جدا، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الوصف. نرجع بقى للموضوع بتاعنا ونقول ان مهم جدا ان النتيجه بتاعتك او المستوى بتاعك ايا كان في الحاجه اللي انت بتعملها يكون مرضي بالنسبه لك، ومهم جدا ان انت ما تقارنش الحاجه دي او المستوى بتاعك ده بالناس اللي هي عندها مثلا ظروف او امكانيات مساعداها اكتر منك. لازم تكون عارف كويس جدا ان طول ما انت بتاخد خطوه او خطوتين، حتى لو الخطوات دي قليله، ولكن ده مؤشر كويس جدا ان انت على الاقل مش واقف في نقطه الصفر. ولو يا سيدي فضلت واقف في نقطه الصفر، بقى قرر وقتها اذا كنت هتكمل في الحاجه دي ولا اذا كنت مثلا هتشوف حاجه تاني غيرها، ولكن يكون عندك تصور واضح وكامل للحاجه او التجربه اللي انت بتتعلمها دي. علشان في حاجات كتير جدا زي مثلا البرمجه مش هتحس ان انت اخدت خطوه فيها الا بعد مده زمنيه كبيره، وهكذا بعض الحاجات التانيه. فبالتالي لازم ومهم جدا يكون عندك تصور كامل للحاجه اللي انت بتتعلمها قبل ما تبدا فيها. اهدى كده على نفسك وما تدخلش نفسك في صراع مش بتاعك، وما تبصش ابدا على نتيجه غيرك، بص بس على نتيجتك انت، علشان حماسك وشغفك وشغلك كله ما يتبخرش مره واحده. وبس كده، ده كان فيديو النهارده.